الاعتكاف من العبادات المشروعة في رمضان، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم في كل الشهر وفي وسطه وفي العشر الأواخر والتزمه، وقضاه بعد ذلك حين لم يقدر عليه الصلاة والسلام. والاعتكاف من العبادات التي يلتزمها الإنسان في نفسه وإن كانت لم تجب عليه، فالأصل فيه الندب، وله أحكام تخصه، منها أنه لا يصح إلا في المسجد لقول الله سبحانه وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقد اشترط العلماء للاعتكاف شروطا كثيرة نجملها في كونه لا يكون إلا في المسجد، ومن شرطه على مذهب الإمام مالك رحمه الله وجماعة من السلف الصوم، ولا يكون كذلك إلا في مسجد جامع يجمع فيه، وأن لا يقل عن 10 أيام بلياليها يدخل الإنسان فيها مساء 19 وليلة 20، ولا يخرج إلا لصلاة العيد.